بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل صينية بطاطس بالفراخ، سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وطبعا كلها في صينية واحدة. طبعا صينية البطاطس دي الراعي الرسمي لكل بيت مصري. مش عارفين ومحتارين نعمل أكل ايه، فبنروح عاملين صينية بطاطس سهلة وسريعة، وبتشرفنا بصراحة في عزايم في أي يوم. بجد طعمها حلو قوي. بصي بقى، البطاطس دايبة والفراخ كمان دايبة وريحتها تجنن. هقولك على التوابل اللي هتخليها ريحتها حلوة قوي، وصينية البطاطس كلها في الفرن سهلة قوي وبسيطة. بصي الجمال. تقدميها بقى مع رز بشعرية، مع رز أبيض، زي ما انت عايزة. يلا بينا بقى نشوف الصينية السهلة البسيطة الجميلة دي عملناها ازاي. اول حاجه عايزينها في المقادير بتاعتنا طبعا الخضار، والخضار انا عايزه بصل، وعايزه بصل مقطعاه جوانح، وكل ما تكتري البصل كل ما البطاطس تبقى حلوه قوي. فلفل، انا مستخدمه فلفل حامي وفلفل رومي وفلفل بارد، براحتك خالص. عايزه فلفل الوان مفيش مشكله، وطماطم. وده الخضار اللي انا عايزاه. عايزه فرخه ومقطعاها 4 تربع، تقدري تعملي اكتر من فرخه، تقدري تعملي اقل من فرخه، براحتك خالص. كيلو بطاطس، وبصي متقطعه لا رفيعه ولا سميكه، السمك ده حلو قوي. بس كده. توابل بقى، عايزة ملح وفلفل اسود، ربع معلقة صغيرة كركم، وكزبرة، وسبع بهارات، وكمون، وبابريكا. اول حاجة عايزينها الصينية اللي احنا هنعمل فيها. هندخل الصينية دي طبعا الفرن، فاحنا هننزل كل الخضار اللي عندنا في الصينية ونفرده كده، وبعدين ننزل عليه التوابل. كل التوابل اللي احنا عايزينها، او اللي احنا بنحب صينية البطاطس ريحتها تبقى حلوة قوي، التوابل دي هتخليها حلوة قوي. ادعك البصل كويس جدا بالخضار بتاعي. ممكن تحطي فلفل الوان، ممكن ما تستغني عن الطماطم خالص، بصراحة بتخليها طعمها حلو قوي. انزل بقى كده بالفراخ، ونفس التتبيلة دي اتبل بيها الفراخ كده. الخطوات دي مهمة قوي، ان انا اخلي الفراخ شاربة برضو من الخلطة الحلوة دي. وبعدين اجيب البطاطس اللي انا مقطعاها، مش عايزاها رفيعة ومش عايزاها تخينة، واقلبها في الخضار مع التوابل مع البصل. اقلبها جامد قوي كده لحد ما اتاكد ان كلها شربت من الخلطه بتاعتي. ابدا بقى احط الفراخ كده عليها الناحيه دي، واوزع البطاطس. اخلي الطبقه اللي تحت بصل، وبعديها بطاطس، وفوقيها الفراخ، يعني اخلي الفراخ من فوق الوش. بس انا بس بحاول اخلي الكل شارب من خلطة التوابل. الخلطة دي حلوة قوي، ولو حطيتي كمان مع البصل معلقة توم مهروس بتخليها طعمها حلو قوي، يعني توم مطحون، بتخليها بجد ريحتها حلوة قوي. بس انا بصراحة ما عملتها كده بيضة ومن غير اي مادة دهنية. بس كده احط كوباية مية عشان المية دي بتسرع سواها، واقلب المية كده فيها في كل الجناب، وبعدين اجيب ورق فويل واغطيها. يعني اخلي ما يدخلهاش هوا خالص، البخار اللي جوه هيحمر الفراخ، مش هيخليني محتاجة للشواية، وادخلها الفرن. بالظبط اخدت معايا ساعة في الفرن، وعلى درجة حرارة حامية. بصي طالعة دايبة وسهلة وبسيطة. طبعا محتارين نعمل اكل ايه، فبنروح عاملين صينية البطاطس السهلة دي، جنبيها رز بشعرية، جنبيها رز ابيض. بصي البطاطس بجد متماسكة وفي نفس الوقت دايبة، يعني مش مهرية. وطبعا الفراخ يعني زي ما وريتها لك في الاول وهوريها لك دلوقتي برضو تاني، من جوه لحمها ابيض وشاربه من التتبيله، وريحتها تجنن. وطبعا هي سخنه جدا، فانا هضطر ان انا اجيب طبق واغرف الرز بالشعريه، واحط جنبه البطاطس والفراخ، واريكي الفراخ من جوه عامله ازاي. شايفه اولا الفراخ شكلها حلو قوي ومتماسكه، وفي نفس الوقت لحمها دايب. ومش عايزه اقولك على ريحتها بجد من التوابل. تحفه يا جماعه، بجد حلوة قوي، وسهلة وبسيطة، وكلها في حلة واحدة، وأكلة سريعة. اللي مش عارف يعمل أكل إيه يقوم يعمل صينية بطاطس حلوة كده ودايبة، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.